الحمد لله يا رب انا بقيت بشوف، بس مش عارف اختي اتاخرت ليه. ايه ده؟ يا ده المصيبه، ده اخوك على الكافيه. ايه يا ابني انت ناسي اللي هو ما بيشوفش، وبعدين احنا جايين له. انا لازم اعملها له مفاجاه. ما فاتتني دي، بالرغم ان هو صاحب وانا بنسى، بس عادي يلا. ايه ده؟ ومين اللي جاي مع اختي ده؟ عبد الرحمن؟ طب هو جاي ماشي معاها ليه؟ ازيك يا عماد؟ معلش اتاخرت عليك. لا ولا يهمك يا مريم. بقول لك ايه؟ نعم. هو في حد معاكي؟ حد مين؟ انا جاي لوحدي. غريبه يعني يا اختي، انا حاسس ان في حد معانا تاني قاعد معانا. لا يا اخويا انا قاعده لوحدي، وبعدين احنا في كافيه يعني. اخوك اتجنن ولا ايه؟ هو ايه الصوت ده يا مريم؟ صوت ايه؟ حاسس ان في صوت كلاب في المكان. هو في كلاب جنبنا هنا ولا ايه؟ كلاب ايه؟ لا مفيش الكلام ده. بس انا حاسس ان انا في صوت كلاب هنا. لا انا مش سامعه حاجه، مفيش حتى ريحتهم كده موجوده في قلب المكان. في ايه يا ماما؟ احنا اول ما جينا قصاده راح قايل كلاب ومش كلاب وقلنا احنا. لا يا حبيبتي اكيد ما يقصدناش احنا، كبرت دماغك، احنا مالنا بيه؟ احنا نعرفه منين؟ اكيد ما يقصدناش احنا، هو يعرفنا منين؟ عادي. يا ماما مفيش غير احنا على الكافيه، واكيد يقصدنا احنا. لا يا حبيبتي ما تحطيش في دماغك. خلاص بقى يا اخويا كفايه، من ساعه ما جيت وانت بتقول كلام ملوش لازمه، عيب كده. يا بنتي هو اتجنن ولا ايه؟ ها بصي، سامعه؟ انا سامع صوت كلب اهو. شفتي يا ماما اهو، مفيش غيرنا بيتكلم يقصدنا احنا. يا حبيبتي اقعدي الله يخليكي، هو ما يقصدناش، اقعدي، مش عايزين مشاكل، اسمعي الكلام. لو حصل حاجه تاني انا هتصرف بطريقتي. بقول لك ايه، ما يلا نمشي من هنا عشان ده اخوك باين عليه هربت مني. طب بص يا اخويا، انا هشوف بتاع الكافيه ونشوف نحل صوت الكلاب ده. يا ريت بتاع الكافيه يمشي الكلاب دي من هنا وما يخليهاش هنا تيجي هنا تاني. خلاص تمام. شفتي يا ماما؟ ده زودها قوي، مفيش غيرنا في الكافيه، يبقى قصدي علينا احنا. يا بنتي الله يهديك، تعالي ما تعمليش مشاكل. لو سمحت زودتها قوي، انت من الصبح عمال تقول كلاب ومش كلاب، قصدك علينا احنا. لا انا اسف، ما اقصدكمش انتوا. امال تقصد مين يا ابني؟ انا بقصد اختي واللي معاها. انا مش فاهم حاجه. ممكن توضح لنا قصدك ايه بالظبط؟ اصل احنا خدنا الكلام علينا، ما حدش كان معدي غيرنا وانت بتشتم وتقولي الكلام ده. اصل ده موضوع يطول شرحه. معلش انا اسف، اتفضلوا اقعدوا. احكي لنا في ايه؟ مين؟ اللي كانت قاعده دي كانت اختي. لا ازاي؟ انا دماغي عماله تودي وتجيب، انا حاسس ان اخوك كان شايفنا. شايفنا ايه يا ابني؟ ده اعمى، وبعدين لو شايفنا اكيد مش هيسيبني يمشي معاك كده. يلا بس يلا. يعني اختك، بس انا مش فاهمه حاجه، انت برضو بتلقح علينا بالكلام. اهدى بس عليا وانا فاهمكم. الحكايه فعلا انا كنت كفيف، ما كنتش بشوف، بس الحمد لله ربنا اكرمني وبقيت بشوف. فقلت بقى اعملها لاختي مفاجاه. اختي ماليش غيرها على فكره. واتفاجئت اللي دخل عليا هي واختي اعز صديق ليا، صاحبي. ما كنتش عارف بقى هما بقى بيستغفروني من امتى. وهي دي الحكايه. فانا اسف ان لو كنتوا انتوا خدتوا الكلام على نفسكم. لا انا والله ما كنت اقصدكم انتوا. الحمد لله على سلامتك، اهم حاجه. الله يسلمك، ويا ريتني ما كنت ارجع اشوف تاني. بعد اذنكم. اتفضل تحت امرك، مع السلامه. شفتي بقى قلت لك ما تتسرعيش ازاي في حكمك على الناس، اصبري واعرفي الاول يمكن ولا كان قصده، اديكي ظلمتيه. ايه فعلا بجد صعب عليا قوي. الله يكون في عونه والله. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، شكلنا اتاخرنا كده على قوي على اخويا، ما تيجي نروحوا وبالمره نقعد في البيت. ماشي، بس يا ريت بقى ممكن اخوك عقل من الكلام اللي عمال يقوله ده. طب يلا يا عبد الرحمن، يلا عشان ما نضيعش وقت. ماشي. والله يا ماما انا زعلانه على اختي بتعملوا فيه ده. لو سمحت، كان في راجل هنا تعرفوش فين؟ راجل ايه؟ كان في واحد كفيف هنا، ما تعرفيش مين اللي خده؟ كفيه، هو انتوا عارفين حاجه اصلا؟ الاستاذ اللي كان قاعد هنا بعكاز؟ ايوه. انت تعرفيه؟ انا اخته قلقانه عليه قوي. ما تقلقيش يا حبيبتي، هو لسه ماشي حالا، ممكن تلحقيه. طب حضرتك هو مشي لوحده ولا حد خده؟ لا كان لوحده. طب شكرا. لا ولا مؤاخذة ولا مؤاخذة. لا ولا يهمك، اتفضل. ايه ده يا ماما؟ ده كلامه بجد، ده طلع اخته وصاحبه فعلا. ربنا يهديها يا بنتي ويستر على ولايانا، هنقول ايه؟ طب هو راح فين يعني؟ اكيد روح البيت، مش هو كان هنا لوحده. يلا يلا. ايه ده فعلا جه البيت زي ما انت قلتي. ايه يا اخويا، انت مشيت وسبتني ليه؟ ما كنت تستناني. ما انا لقيتك بقى مريم اخرتي. لا ما تاخرتش ولا حاجه، انا عقبال ما قلت للراجل بس. معلش حقك عليا. بقول لك يا مريم، ما كنت تتصلي كده بعبد الرحمن؟ عبد الرحمن؟
هو في حاجه ولا ايه؟ لا انا عايزه كده بس في مصلحه. خلاص ماشي. مين؟ انا عبد الرحمن. هو عماد موجود؟ اه انا موجود، روح افتحوا لي بسرعه. ماشي انا رايحه. انت ده انت عليك افكار. ما انا عايز اعرف هو عايزني ليه. عمده عبد الرحمن حبيبي، هات بص بقى عشان منك وحشتني الايام اللي فاتت دي. ازيك يا عبد الرحمن؟ والله الحمد لله. يا مريم نعم. انت هنا؟ طب استاذنك يا اختي معلش خش جوه عشان عايز خلاص اعرف عنك ماشي انا كلمتين. ماشيه اهو. لا قول لي يا عماد، ده انت خليتني سبت الدنيا كلها وجيت وكان ورايا اشتغالات كتير. امال انت عايزني في ايه؟ عايزك في ايه؟ انا هقول لك، عايزك في موضوع كده مهم يا عبد الرحمن. انت عارف ان انت اعز صديق ليا وماليش حد غيرك يا اخويا. ايوه انت حبيبي. في عريس جاي لاختي، فانا مش عارف اخد قرار اوافق ولا ما اوافقش. توافق ولا ما توافقش؟ طب والعريس ده شغال ايه؟ لا ده مهندس قد الدنيا والدنيا مرتاح معاه والحمد لله كويس يعني. وده عايزه كلام يا عماد. ايوه نوافق. وبعدين اختك كبرت. ايه ده؟ اخويا بيرن عليا. وقت الجواز ممكن نفوتها، وبعدين عريس زي ده لقطه يعني مش مستاهله تفكير برضه يا عماد. يعني انت يا عبد الرحمن قصدك ان اوافق واتجوزها له؟ ايوه نجوزها له، ما هو باشمهندس يعني مش سهله تفكير. البت هتقعد جنبيك تعمل ايه؟ البت بسم الله ما شاء الله بقت عروسه وحلوه كده، لازم تتجوز، مش هينفع لا تقعد جنبيك يا عماد. خلاص بعدين انا هديله كلمه ويجي بقى عشان يخطبها. بقى كده يا عبد الرحمن انت تعمل كده؟ ماشي. على الباشمهندس زي ده كده ما يتفوتش. طب بعد اذنك يا عماد، عايز اشرب الميه. خلاص لا اتفضل يا عبد الرحمن، البيت بيتك. يعني لا مؤاخذه يعني. كمان يا زباله بتلعب بيها ومش عايز تتجوزها. يلا عشان تسمع بنفسها. ايه يا عبد الرحمن الكلام اللي انا سمعته ده؟ انت موافق على العريس اللي جاي لي؟ طب واحنا؟ لا احنا هنبقى برضه. يعني ايه؟ احنا هنبقى مع بعض. يعني انت كده مش بتحبني؟ لا ما قلتش كده. تتسلى يعني تلعب بيا. طب ما تديني فرصه اتكلم طيب يا حسن. اتفضل. بقول لك ايه، ده بيقول لك مهندس ومعاه فلوس يعني عربيه. طب واحنا؟ ما احنا هنبقى مع بعضينا برضه. مع بعضينا؟ مع بعضينا ازاي؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ يا بنت ما تفهميش غلط، انا برضه ما اقدرش اتخلى عنك، مش هسيبك. انت حبيبتي برضه مهما كان، يعني ما اقدرش ان انا ابعد عنك. انا عايز مصلحتك بس، خليكي ورا انت تكسبي. كفايه بقى كده، اخش اشوفهم بيعملوا ايه. لا بس انا خايفه. يا بنت ما تخافيش، امشي ورايا بس، اسمع اللي بقول لك عليه، خليكي بس ورا انت تكسبي. لا مؤاخذه يا عماد، انا كنت بشرب الميه انت جاي تشرب؟ جاي اشرب بقى كده يا اختي. هو فعلا العيب مش عليك انت. ايه ده العيب على شوف. ايوه الحمد لله بقيت بشوف. طب ليه ما قلتليش؟ ده انا اختك. انت ناوي اعملها لك مفاجاه لحد ما جيت عليا على الكافيه انت والاستاذ ده. بس على فكره العيب مش عليك، العيب عليك انت. واحد صح خد صاحبه، عايزه منه ايه تاني؟ لا ده كان عايز يتجوزني ووعدني بده. في بقى من اللي انت فيه ده ومن هنا ورايح مفيش خروج من البيت ده خالص. خلاص؟ حاضر يا اخويا انا غلطانه.